العالم فين كنعيشو ماشي هو داك العالم الورجي الجميل اللي كلشي فيه مزيان وكاع الناس طيبين واخيار، بل العكس تماما. الحوايج اللي كيداروا مورا الستار وفي الظلام كيخلعوا بزاف، والافعال اللي كيديروا هاد الناس او اللي كنقول لهم شياطين الانس كتكون متساويه مع الافعال ديال شياطين الجن، بل بعض المرات كتفوتها للاسف. القصه ديال اليوم هو الابستين فايلز ولا ملفات ابستين. اخوان السلام عليكم، نتمنى راكم تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم مزيان. الا كنت اول مره كتشوفني سميتي طارق. الا عجبك الفيديو دير لايك سبسكرايب، حاول تبارطاجي الفيديو مع الناس اللي قراب ليك باش الشانيل تزيد لقدام ونقيو شويه الويب المغربي. 2026 الحكومه الامريكيه خرجت ملايين ديال الاوراق السريه، صور، ملفات، فيديوهات متعلقه بشبكه ابستين. الاسئله اللي كلشي كيطرح: شنو كاين في هذه الوثائق؟ شكون هما الناس والشخصيات اللي ذكرت سمياتهم في هذه الملفات؟ وعلاش العالم كامل مصدوم واخا كلشي كان عارف شكون هو جيفري ابستين وكلشي كان عارف شكون كيدير والبيزنس موديل ديالو؟ كاع هاد الاسئله هذه غنجاوب عليهم في هذه الحلقه هذه. قبل ما نجاوبوا على الاسئله اللي طرحناها اجي نديروا واحد النظره خفيفه ونشوفوا شكون هو جيفري ابستين. جيفري ابستين تولد في 20 جونفي 1953 في بروكلين نيويورك. عائلته كانت عائلة متواضعة، أباه وأمه كانوا بجوجهم خدامين، ولكن الحالة المادية ما كانش أحسن حاجة. الوضع اللي بطبيعة الحال جيفري ما عمرو عجبو وما عمرو كان فخور به، وقرر أنه غيولي لاباس عليه وغيجي الفلوس، ولكن الطريقة كيفاش غيجي الفلوس ما كانتش مهمة بالنسبة ليه، حيث كيعتبر النتيجة أهم من الطريقة. أول خدمة ديالو كانت بونكي في واحد الانفستمنت بانك، خدمه عاديه. موراها دار شركه ديالو ديال الفينانس، واحد المكتب تاع الاستشارات الماليه. قبل ما يتحبس 2019 كان جيفري واحد من كبار الماليين، كان عنده تاثير كبير وكانت عنده علاقات اللي مهمه بزاف، مشاهير، سياسيين وملوك من العالم كامل. الغريب هو كان ديما ما كيقولش منين جات الثروه ديالو الفلوس ديالو منين جاو. بعض الناس كيقولوا باللي الثروه ديالو كان ممول من الموساد، وخدمته هي يجيب لهم صور فيديوهات نافذين في المجتمع الامريكي اللي كيكون فيديوهات اللي ما محترماش ومخلاش شويه باش يبتزوهم. ابستين كان عنده واحده من اخطر شبكات الاستغلال في التاريخ. 2019 واحد الصباح البوليس غيعتقلوه للمره الثانيه بطبيعه الحال. المره الاولى كانت في 2008، نفس الجرائم ونفس التهم. هي هذه المرة هذه عندهم دلائل بزاف، والتهمة كانت استغلال الجنسي للأطفال، وهذه المرة كانت فيها شبكة كبيرة، حيث كان كيجيب فتيات قاصرات اللي كانوا كيجيبوهم من بلدان أخرى. بزاف البلدان اللي كتكون فقيرة وكتعطيوهم وعد الأولياء الأمر ديالهم أنه غيخدموا في الأمريكان كعارضين أزياء، الخدمة اللي غتجيب لهم بزاف ديال الفلوس وعائلتهم غيعيشوا مرتاحين. I was a little girl. ولكن هذا الحلم كيتبخر اول مره فاش كيحطوا رجلهم في الامريكان. عند اول حاجه كيديروا انهم كيصيفطوهم للجزيره ديالو اللي كانت كتكون فيها حفلات ماجنه وفيها كنقولوا سياسيين كبار ورجال اعمال. ابستين كيموت في الحبس مره شهور قليله، وكيتعتبر الموت ديالو انتحار، وداك الشيء اللي كيقولوا، ولكن الحقيقه تحت معرفه من غير الله تعالى. مورا الممات ديالو كان كلشي كيتسحاب بان القضيه سالات وهذه هي النهايه ديالها. مورا الموت ديالو القصه ولات كبر، وملفات مجموعه ديال الوثائق صور وايميلات بدات تخرج شويه بشويه. More than 3 million pages, 2,000 videos, and 180,000 images. CNN teams are carefully sifting through the largest, and what the Justice Department says is the last, batch of Jeffrey Epstein files. في جونفي وفبراير ديال هذا العام هذا وزارة العدل الأمريكية خرجت ملايين من الأوراق المتعلقة بهذه القضية هذه، ملايين، حيث الوثائق وصلت لأكثر من 3 ديال المليون. كتعتبر أكثر عملية نشر ديال الوثائق في التاريخ الأمريكي. الوثائق فيها تحقيقات جنائية، سجلات مالية، لوائح ديال الرحلات وشهادات ديال الضحايا. العالم كله كان كيتسنى هو شكون اللي كان في هذه الملفات هذو، الشخصيات المهمة اللي زارت جزيرة أبستين. وخليني نقول لكم كانت تفاصيل دقيقة ديال بصح وتواريخ ديال الشخصيات
اللي مشاو للجزيرة وايميلات اللي كانوا فيها. الاسماء المذكوره في هذه الملفات اسماء مزيان: محبوب الجماهير ايلون ماسك، بيل غيتس، جيف بيزوس، دونالد ترامب، بيل كلينتون، باراك اوباما، وكاين بزاف ديال الاسماء اخرين. اجي نبداو باول اسم، بيل غيتس. بطبيعه الحال كلشي كيعرف بيل غيتس، هو الفاوندر ولا المؤسس ديال مايكروسوفت. بيل غيتس كاين ايميلات بينه وبين جيف وابستين كتبين العلاقه اللي كانت بيناتهم، وكتبين باللي بيل غيتس عنده واحد المرض جنسي بواحد العلاقات كان دارهم مع روسيات. طبيعه المرض ما مذكوراش في هذا الايميل هذا، وما كتبينش باش مريض. كاين ايميل اخر فيه ابستين كيدير الشونطاج لبيل غيتس وكيطلب منه شي فلوس. وواحد الايميل اخر كاين بيل غيتس تيطلب من ابستين ادويه اللي بطبيعه المخدرات باش انه يعطيها لمراتو بلا ما تعرف. مراتو مورا ما تحبس جيفري ابستين طلقوا، حنت كانت عارفه بان كاع الادعاءات هادو كانت صحيحه. بطبيعه الحال بيل غيتس كيرفض وكينكر كاع الحوايج هادو، كيقول بلي العلاقه اللي كانت بيناتهم هي علاقه مهنيه وما فيهاش شي حاجه اخرى، واي حاجه اخرى راه يكذب وبغاو كنقولوا هي كذوب وتلفيق. الشخص الثاني اللي كتعتبر القدوه ديال الشباب اللي هو ايلون ماسك. كاين ايميلات ما بين ايلون ماسك وابستين كتقول باللي ايلون ماسك كان باغي يمشي لديك الجزيره، صيفط ليه بزاف ديال لي زيميل باش انه يمشي، كان كيطلب فيه ما مره ما جوج ما بين 2012 و 2013. صيفط ليه بزاف ديال الايميلات. واحد فيهم كيسول كيقول لي انت نقدر نجي، وجواب ديال جيفري ابستين كان ديما كيتهرب. وواحد النهار قال ليه راه ديما كاينه بلاصه لك في الجزيره وتقدر تجي وقت ما بغيتي. وكاين ايميل اخر فيه جيفري ابستين كيجاوبو كيقول ليه بان النهار اللي زكينا فيه نتلاقى وما نقدرش نمشي للجزيره حيت عندي شغال ما ندير في نيويورك، داكشي علاش خصنا ناجلو. كاين ايميل اخر كيصيفطو ايلون ماسك كيقول فيه واش تقدر تقول لي النهار اللي غدير فيه حفله اللي تكون ماجنه وتكون من احسن الحفلات ديالك. الكلمات اللي جاو في الايميل هو the wildest party. للموضوعيه ما كاينش شي ايميل كيقول باللي ايلون ماسك بصح مشى لديك الجزيره، ولكن كاع الايميلات اللي ذكرت وغالبا غتلقاو تصاورتهم وغنحط تصاورهم في الفيديو كاملين. ايلون ماسك كيسول انت يقدر يمشي واش جيفري ابستين فالابل باش انه يمشي يقدر يزورو. عاوتاني كاع الادعاءات هادو ايلون ماسك كينكرهم. والغريب هو كاع السياسيين وكاع رجال الاعمال كيحاولوا ان يدفعوا بعضياتهم ويسبوها في بعضياتهم، بحيث كاين بزاف ديال الايميلات تاع ايلون ماسك كيقول باللي انا ما عمرني مشيت، اللي مشى هو دونالد ترامب. كيجي دونالد ترامب كيقول لهم لا انا ما عمرني ما مشيت، اللي مشى هو ايلون ماسك. وهكا بقات كل واحد كيحاول يلقي اللي قال هذاك صاحبه ولا صاحبه في الجريمه تحت الطوبيس كي كنقولوا اندر ذا باس. الحلقه ديالهم غتوقف هنا، حيت غالبا غتكون حلقه اخرى اللي غيكون فيها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الشخصيات اللي اكثر اهميه بحيث غتكون سياسيه، وغنذكروا بزاف ديال التفاصيل، وغنذكروا كيفاش هاد البنات هادو كانوا كيجيو من بلدان اخرى للامريكان، وكيفاش كانوا كياخذوا باسبورات ديالهم بواحد السرعه اللي كانت شويه ما مفهوماش لبزاف ديال الناس. الاخوان الاخوات الفيديو ديالنا غنحبسوه هنايا، حيت غالبا غيكون الجزء الثاني اللي فيه معطيات اكثر، صور وفيديوهات والسياسيين. من هاد السياسيين كاين بيل كلينتون، دونالد ترامب وباراك اوباما. غنحاول نجيب فيديوهات ديال ضحايا اللي كيهضروا فيه على كيفاش جيفري ابستين دمر الحياه ديالهم. الا وصلتي حتى لهنايا باغي نفكرك بان هاد الناس هادو اللي كيكونوا وافدين اللي كتكون الثروات ديالهم كبيره بزاف وكتعتبروا ما فوق القانون، هذه ماشي هي اول مره ولا ثاني مره، هاد الحوايج هادو كيطراو حتى ما كيتعاقب. باغي نقول لك بان الصوره اللي كترسمها السوشيال ميديا على هاد الناس هادو كانهم ابطال خارقين مجرد صوره زائفه وغالبا ما صحيحاش. الخوت
إلا وصلتوا حتى لهنايا كنشكركم بزاف. إلا عجبك الفيديو دير لايك، سبسكرايب، بارطاجي هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في فيديو جديد. تشاو تشاو.